تعالوا نقول معلومة سريعة في إنزيمات الكبد. أيهما يستخدم في متابعة المرض وأيهما يستخدم في متابعة التحسن بالعلاج؟ الجي بي تي ولا الجي او تي؟ الجي بي تي بنستخدمه دايما في متابعة الحالة المرضية وتطورها. ليه؟ لأن هو سبيسيفيك فور ليفر. طيب الجي او تي بنستخدمه في متابعة التحسن بالعلاج. هل العلاج اللي الطبيب كاتبه للمريض فيه تحسن أو لا؟ طب ليه؟ وإيه الفكرة؟ مدة بقائه في جسم الإنسان فترة أطول من الجي او تي، وبالتالي لو حدث تحسن بواسطة العلاج دايما لو عملت الإنزيمين هتلاقي الجي بي تي ما زال مرتفع شوية، مش عشان خلايا الكبد متهتكة وبيزداد بسبب الهيباتيتس مثلا، لا ده بسبب ان هو مدة بقائه في جسم المريض بيكون فترة أطول. بينما الجي او تي بيتكسر بسرعة خلال 17 ساعة تقريبا، وبالتالي لو أنا عايز أتابع تحسن بواسطة العلاج يبقى هبص على الجي او تي. ركز معايا في كل مرحلة وهتشوف معلومات جديدة بإذن الله. سلام.